انا برايم لوكيشن، الهدر بتاعنا 18% فير. نقول مثلا ابو زهره يعتبر اقل نسبه تحميل في مروج. مظبوط. مساء الخير يا جماعه، معانا حلقه قويه جدا جدا النهارده هنتكلم فيها عن مشروعات شركه من اقوى الشركات في العقارات في اسكندريه، وهي مجموعه شركات ابو زهره اللي عندها اكتر من مشروع حاليا في اسكندريه. ومعانا استاذ محمد هشام. عرفنا بنفسك يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ احمد، انا محمد هشام، سيلز تيم ليدر من مجموعه ابو زهره للتطوير العقاري. اهلا وسهلا بيك. الاستاذ محمد هشام هيتكلم معانا النهارده عن مشروعات الشركه من بدايتها حتى القنبله اللي شغاله دلوقتي ومكسره الدنيا، ويعتبر اقوى مشروع، بس خليه لاخر الحلقه نتكلم عليه. اول حاجه هنتكلم فيها هنتكلم عن ابو زهره. اول لما شركه ابو زهره بدات في سوق اسكندريه، بداتوا في مشروعين من اقوى المشاريع للهيئه الهندسيه. مزبوط. مشروع صواري ومشروع مروج. مظبوط. قول لي بقى ايه الموجود عندكم حاليا في مروج كحاجه مختلفه مش موجوده عن باقي المطورين مثلا؟ احنا عندنا في مروج قطع 10. عندنا 3 قطع مبدئيا، هي قطع 10 وقطع 11 وقطع 37. قطع 10 و11 دول اللي هم قريبين من البوابه تقريبا. مظبوط. على مكانهم مميز، على بدايه بوابه مروج، اول بوابه لمروج امام مرور ابيس وجرين بلازا مباشره. حلو جدا حلو جدا. كويس. مظبوط. في ادوار بقى ولا لسه ولا ايه؟ لا، في احنا بس خليني اقول لك حاجه مهمه جدا، ان احنا الحمد لله بفضل ربنا في المقام الاول، ثم بالعباءه القويه للمطور، العباءه الماليه القويه للمطور، ان احنا قطع 10 و11 و37 احنا خلصنا الانشاءات بتاعتنا بالكامل وسابقين الجدول الزمني. يعني انا دلوقتي اقدر اجيب العميل بتاعي واجي اتفرج، اعمل معاينه، اشوف كل حاجه موجوده على ارض الواقع، في موكب مثلا متشطب وجاهز نقدر نشوفه؟ العميل افضل ليه ان هو يطلع يعين على ارض الواقع. طبعا بكون مبلغه الافيلابيلتي بالنسبه للتايب ده مثلا، او الدور بالنسبه للنموذج ده ايا كان. ف يعني كانه طالع يشوف الشقه بتاعته. الاقل هدر مبدئيا احنا عندنا مساحات للغرفتين 118 و119 و120. حلو. المساحات الصغيره دي بتبقى جاذبه للمستثمرين، الناس اللي بتحب تشتري. التقسيمات مريحه جدا جدا جدا، والهدر بتاعنا 18% فير. اعلى حاجه عندي في الهدر هي بتكون 20%. يعني نقول مثلا ابو زهره يعتبر اقل نسبه تحميل في مروج. مظبوط. حلو جدا. المساحات طبعا بقى في من 118 و119 و120. ده بالنسبه للغرفتين. الثلاث غرف عندنا 143 و146 و149، وفي 163 و188. دي 4 غرف. وخليني برضو اوضح لك حاجه، لما بنقول ان احنا اقل هدر فهو دي هي حاجه ملموسه. ان انا عندي من بدايه المساحه اللي هي في الثلاث غرف ال 143 هي ب3 حمام، والغرف تقسيمتها مريحه. وفي نفس الوقت انا بتكلم ان انا عندي الريسبشن بتاعي 8 متر 80 في عرض 4 متر، وزاويه انترانس وترس، و3 حمام، جاست تويلت وحمام بيخدم على التو بيد، والغرفه الماستر بحمام. دي ال 163. دي ال 143. احنا فعليا في مروج 3 غرف و3 حمام وريسبشن بياخد قطعتين مرتاح. لو العميل حابب يزود قطعه كمان مودرن هيشيل. طب ال 143 دي لو انا حبيت اجي دلوقتي اجيب عميل ويشتريها، مثلا هتقسطها لي على كام سنه؟ عندنا انظمه سداد على 4 سنين وعلى 5 سنين. الاثنين بيكون ب 10% مقدم. الاثنين طبعا ب 10% سواء على 4 سنين او على 5 سنين. بالظبط. 10%. الفرق ايه ما بين الاثنين؟ 10% مقدم و10% مع الدفعه الثانيه، والباقي على 4 سنين بدون اي زياده على سعر المتر. طب والخمس سنين؟ الخمس سنين برضو ب 10% مقدم و10% مع القسط الثاني، ولكن بزياده 1000 جنيه على سعر المتر. يعني الفرق ما بينهم برضك مش كبير قوي ما بين الأربعة وما بين الخمسة. بالظبط. ده بالنسبة لمروج يعتبر حلو جدا. طيب بالنسبة لمشروع صواري، يعني شركة أبو زهرة كان عندها كومباوند كبير اسمه ديفا موجود هناك داخل حي صواري. تمام. ده متاح فيه وحدات؟ متاح فيه وحدات، ولكن خليني اوضح برضو احنا سبقت اعمالنا ايه او المشاريع اللي احنا شغالين عليها في الوقت الحالي جوه الكوميونتي بتاعت صواري بالكامل. طبعا احنا عارفين ان صواري اتقسمت لحي صواري وكومباوند صواري. مظبوط. ولكن خليني برضو اخش في الموضوع على طول، ان هو احنا عندنا في صواري قطع 14 و17
و18 في منطقه ال21، منطقه المستثمرين. منطقه المستثمرين في صواري. منطقه المستثمرين ثلاث عماير. 3 عماير 14 17 18 اسمهم صواري تريفيور. حلو، حلو جدا. تم الانتهاء من اعمال البناء بالكامل فيه. يعني دول تم استلام فوري. مش استلام فوري لان طبعا ما فيش حاجه اتسلمت، ولكن العماير قايمه على ارض الواقع. العميل يعني التشطيب بالظبط. احنا حاليا في مرحله التشطيب فعليا. حلو، حلو جدا ده. تمام. عندنا قطعه 22 ودي زي ما بنقول كده بشوفها الجوهره بتاعت صواري. من اي مكان او من اي يونت انت واقف في التراس او في الشباك البانوراما، انت شايف فيو بحيره دايركت، الايكونيك تاور، مرسى اليخوت، منطقه ال21، نادي صواري. جامد قوي ده. ابراج السعوديه المصريه، التجاري اللي موجود على البحيره. دي قطعه 22. دي قطعه 22 دي الجوهره بتاعت صواري. حلو قوي. طبعا في متوفر فيها وحدات مع انه في صواري. ده كده صواري. طيب لو قلنا بقى ايه هي بقى الجوهره او المشروع اللي قالب الدنيا في سموحه بالنسبه لابو زهره دلوقتي، وهو مشروع جاكراندا. انا حابب اتكلم كتير عن مشروع جاكراندا واعرف كل تفاصيله، والمشاهدين كلهم يعرفوا ايه جاكراندا وفين في سموحه وتفاصيله ايه وايه هيكون موجود فيه. فانا بصراحه عايزك بقى تقول لي ايه اللي موجود في جاكراندا. ايه جاكراندا؟ خليني اكلمك عن كومباوند جاكراندا. ده كومباوند سكني متكامل شامل الخدمات على مساحه 126 فدان بواجهه مباشره على محور المحموديه 1200 متر. 1200 متر واجهه مباشره على المحموديه. مزبوط. طبعا الواجهه دي اكيد تجاري، فيها محلات تجاريه. في بالفعل في المشروع اكبر ستريب مول دايركت على محور المحموديه، هيكون ضامن براندات وورلد وايد وبنوك. بس في نقطه هنا، هو انت قلت لي 126 فدان. مظبوط. دي مساحه مش صغيره، يعني دي مساحه كبيره، ده مشروع ضخم. طب المشروع الضخم دوت قدام حدائق انطونيادس، اكيد في فاسيلتي كتير قوي 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 داخل المشروع ده. ممكن تتكلم معانا في الفاسيلتي دي؟ ايه اللي موجود في المشروع؟ خليني اوضح لحضرتك. هو حجم المشروع محترم وكبير جدا، ويمكن النسبة بتاعت المشروع دي هي قد أو أصغر حاجة بسيطة من مشروع زي مشروع مروج. وهنا بيدينا مؤشر إن المطور عنده عباءة مالية كويسة. أيوة، عشان يقدر يغطي على 126 فدان. أنا عندي في مروج كام مطور؟ كتير جدا. مظبوط. هنا أبو زهرة بيقوم بالمشروع ده كله لوحده. مظبوط. المشروع ده هو زي ما قلت لحضرتك الواجهه بس على المحور 1200 متر على نفس الصف بتاع كومباوند انطونيادس وجامعه فارس. يعني بعد ما عدي انطونيادس ولا قصاد انطونيادس؟ على نفس الصف بتاع كومباوند انطونيادس دايركت على المحور القديم، كومباوند انطونيادس القديم. مظبوط. حلو. وانا ماشي بطلع الكوبري، انا بدايه جاكراندا من عند سور انطونيادس، من عند البنك الاهلي وبنك مصر، ولكن من الجهه المقابله. يعني انا الفيو بتاع اليونتس هو بيكون سواء الفيلات او الفاميلي هاوس او الوحدات السكنيه السكني المتكرر، الفيو بتاعي دايركت بيكون على المحور وعلى المنطقه التجاريه وعلى حدائق انطونيادس. حلو جدا ده. تمام. والستريب مول 100 الستريب مول على المحور على طول. بالظبط. الستريب مول يعني خليني اوضح لحضرتك برضو ان ال 126 فدان هم منقسمين لجزئين. اول 6 فدان دول بيتبنى عليهم 9 ابراج سكنيه على هيئه 3 اضلاع، كل ضلع 3 ابراج، ارضي و11. الارتفاع عندي ارضي و11. حلو. اسفل الابراج دي في دورين اندر جراوند باركينج، سواء عندي الجراوند ما فيهوش تجاري، هو باكيات، والبيزمنت عندي خاص برضو بالباكيات. تمام. بتكلم ان انا عندي 2 بلازا جوه المشروع على 16000 متر. 16000 متر بلازا. كل بلازا فيها يعني المساحه بتاعتها 8000 متر، فيها ووتر فيتشرز، نباتات الجاكراندا، انترلوك، جرين سباين كامله. بتكلم ان انا عندي 2 كلاب هاوس و2 كيدز اريا وجيمات. ال6 فدان دول كلهم جيتد، بيخدم عليهم مسجد وبيخدم عليهم في نفس الوقت اكبر كوميرشال اريا بستريب مول دايركت على محور المحموديه. واجهه ال6 فدان بس 200 متر وهي اللي فيها الستريب مول. طبعا بالاضافه ان انا عايز اوضح نقطه مهمه جدا، ان مداخل ومخارج السكني ملهاش علاقه بمداخل ومخارج الكوميرشال اريا. ده لوحده وده لوحده. مداخل بالظبط، مداخل ومخارج منفصله. تمام. طيب ال 120 فدان المتبقيين عندي فيهم مدرسه شامبليون تبع قنصليه فرنسا. جامده دي. وما يقرب من 80 فدان فيلات وفاميلي هاوس.
يعني المتبقي كله ده هيبقى فيلات بالظبط. دي مفاجاه جامده دي. بالظبط. بالاضافه ل 10 فدان ده نادي جاكراندا الرياضي، وفي جامعه خاصه ومستشفى ومستشفى داخل الكومباوند. بالظبط داخل 120 فدان داخل الكومباوند، بتخدم يعني على الكومباوند بالكامل. يعني هيكون عندي مستشفى داخل الكومباوند، مظبوط، عندي مسجد داخل الكومباوند، عندي الجيمات، عندي كوميرشال اريا خاصه بكل داخل الكومباوند. يعني مفيش حاجه اللي هيشتري هناك مفيش اي حاجه ناقصاه. بالاضافه ان في مين كلاب هاوس بيخدم على منطقه الفيلات والفاميلي هاوس، ومين كلاب هاوس ده داخل الكومباوند ده بالظبط في الجزء اللي هو فيه ال 120 فدان. ده طبعا غير الاثنين كلاب هاوس اللي موجودين جوه ال6 فدان بتوع السكني. يعني احنا اتكلمنا الاول على 6 فدان. مظبوط. دول فيهم 3 اضلاع. مظبوط. ال3 اضلاع دول اللي احنا بنتكلم عليهم دي زي مثلا المرحله الاولى. مظبوط. عليهم ستريب مول على المحور على طول. تمام. صح. مظبوط. وال120 فدان الباقيين دول بقى اللي هيبقى فيهم مدرسه شامبليون. هيبقى فيهم نادي جاكراندا الرياضي وجامعه خاصه ومستشفى وقرابه ال80 فدان فيلات وفاميلي هاوس. طبعا احنا دلوقتي عندنا عميل اسكندريه اللي بيدور على الفيلات، فما هو قدامه 3 اماكن. صح. مروج وصواري واليكس وست بس، وليكن ان احنا وبالم هيلز. ولكن خلينا ان احنا لو بنتكلم العميل لو عايز حاجه فيها انظمه سداد وفي قلب البلد، احنا بالظبط 3 دقائق من مسجد الفريق اول عبد المنعم رياض ونادي الاتحاد ومديريه الامن ونادي سموحه، و7 دقائق لكارفور، و25 دقيقه لمطار برج العرب، و55 دقيقه بكون قدام ابراج العالمين. انا برايم لوكيشن. وعايز اقول لحضرتك ان المحور ده هو شريان حياه لاهل اسكندريه بالكامل او للمجتمع السكندري بالكامل. صح. وده من خريطه الدوله للقرار اللي طلع في 2019 اللي هو احنا عايزين خريطه اسكندريه 2030 تتغير، تطوير المجتمعات العمرانيه اللي موجوده بالكامل، وازاله العشوائيات وتنميه المجتمعات العمرانيه. والمنطقه اللي هناك بالذات اللي هي قدام حدائق انطونيادس دي كلها هتتغير. انا عايز اقول لحضرتك مفاجاه تانية، ان فعليا خلف مشروع جاكراندا سايد باي سايد سور بسور المشروع اللي الدوله لسه هتعمله ان شاء الله اللي هو مشروع ارض نادي الصيد. الله جميل. يعني ده هيبقى ليه ربط مع بعض. بالظبط. فالمنطقه دي، وبرضه خليني برضه اوضح لك ان خلف مشروع جاكراندا الارض بتاع نادي الصيد شمال المشروع ده الجزء بتاع صواري، وشماله من ناحيه الطريق الدائري مستشفى اليت بالم هيلز. فاحنا بنتكلم المنطقه على مدار ال3 سنين اللي جايين هتكون جولدن سكوير. العميل اللي هو بيكون خارج مصر او المهندس هو بيدور على الهدر القليل، كثافه السكانيه القليله، صح. الفواصل اللي ما بين الجار والجار اللي بتوصل ل 42 متر، المساحات الخضراء اللي موجوده منظر مريح للعين. احنا بنتكلم على 16000 متر. ده مساحات خضراء موجوده، جرين سباين موجوده بتخدم على الوحدات. هو ده اللي احنا بندور عليه. الكلاب هاوس بالظبط، مع الكلاب هاوس. وكمان الفاصل ما بين الجار والجار هنقيسها بالشوارع اللي موجوده في اسكندريه. انا عندي فاصل ما بين الجار والجار 42 متر، قد شارع ابو قير مره ونص. فدي مسافه كافيه جدا للعميل ان الجار اللي قدامه ما يكونش جرحه. تخيل بقى الشوارع بتاعت الابراهيميه زمان كده وانت ماشي بقى في الشارع عرضه قد ايه؟ 5 متر ولا 4 متر؟ 4 متر و5 متر. يعني ومحطه الرمل. لو الشوارع القديمه بقى يعني اللي هي ايه زي مثلا شارع السبع بنات، ده شارع بقى اللي هو كبير، شارع رئيسي واسع. مظبوط. تخيل ده كام متر؟ ده مثلا بنتكلم في 32 متر بالكتير بالرصيفين. احنا هنا بقى بنتكلم في جاكراندا في 42 متر. احنا بنتكلم في مساحه كبيره. غير كده المساحات الخضراء، احنا عندنا عجز كبير في اسكندريه في المساحات الخضراء. يعني معلش انا دلوقتي لما مثلا عايز اروح اي مكان مساحات خضراء او فيو كويس، هشوف فين؟ المنتزه يا اما حدائق انطونيادس بعد التطوير، يعني برضك علشان اتطورت، يا اما جاكراندا بقى. يا اما جاكراندا. دي جديده، ودي بوينت مهمه جدا، ان انا بدي 16000 متر مساحات خضراء فيها كل الخدمات اللي العميل هيكون محتاجها. الفاصل ما بين الجار والهدر بالنسبه او نسبه الهدر اللي في الوحدات السكنيه قليله جدا. وفي بوينت مهمه قوي، ان انا لما بقول ان انا اقل كثافه سكانيه، انا عندي 180 شقه انفنتوري. الحمد لله الانفنتوري بتاعي 180 شقه الهيئه. ولكن خليني برضه اقول لك جزئيه مهمه جدا، ان الدور عندي فيه 3 وحدات سكنيه فقط. 3 وحدات. كام اسانسير؟ في 2 اسانسير وفي 3 اسانسير. طب المساحات بتبدا من كام؟ المساحات بتبتدي من 106 متر، ودي 106 مظبوط. دي 2 بيد و2 حمام وريسبشن قطعتين. احنا كل اليونت في جاكراندا
مبدئيا كنا حريصين جدا ان احنا الشاب اللي داخل يتجوز او اللي عايز يحط نفسه في كوميونتي او اللي بيدور ان هو يحط نفسه في كومباوند وعايز بادجت وسعر تنافسي على الماركت كله، هو يجي جاكراندا. نسب هدر قليله، حط نفسه في كوميونتي فيها الدكتور والمهندس والعميل اللي موجود بالخارج، حط نفسه في كوميونتي فيلات، برايم لوكيشن، يقدر ان هو يروح الشغل بتاعه في دقائق معدوده. انا بقول ان احنا كنا حريصين عشان احنا عملنا ال 106 متر فيها ريسبشن 7 متر ونص في عرض 3 متر ونص وزاوت انترانس وتيرس. حلو جدا ده. والغرفه 106 متر. والغرفه الماستر هي بحمام، مش ماستر بالاسم وخلاص. يعني كده 106 فيها 2 حمام، فيها 2 باثروم. مظبوط. حلو جدا. طب احنا لو هنقسطها بقى، هنقسطها على كام سنه؟ احنا عندنا انظمه سداد بتبدا من 0% وتوصل لحد 6 سنين. كل اللي العميل هيكون محتاجه هو موجود عندنا. طيب المينتيننس قد ايه؟ 6%. 6% بيتم دفعهم قبل الاستلام ب6 شهور. ال6% دول بيكونوا كالتالي: مداخل، مصاعد، وايرات، اسانسيرات، تأسيسات كهرباء، عزل مائي وحراري وفوم، اناره ولاندسكيب. كل حاجه العميل عينيه ورجليه بتخطي عليها وبيشوفها بيكون دافعها في المينتنس. طيب في نقطه انت اتكلمت فيها، ان في جراشات في البيزمنت وفي الدور الارضي في العمارات، فانا عايز اعرف هي الجراشات دي هتبقى بالتقسيط ولا سعرها كاش، ولا يعني دنيتها ايه؟ اصل اكيد العميل اللي هيجي هيبقى عايز باكيت جراج. هقول لك على ثمن الباكيه، ولكن عايز اقول برضو معلومه مهمه جدا، ان الباكيه دلوقتي ما بقتش وسيله ترفيهيه، هي بقت حاجه اساسيه زيها زي الشقه. هي حاجه اساسيه، فبقت طلب اساسي فعلا العميل. ولكن هي في ميزه برضو عندنا في جاكراندا هنا، ان الباكيه عندنا مش اجباري، احنا بندي للعميل كل سبل الراحه. لو هنتكلم على التقسيط او انظمه السداد بتاعه الباكيه، هي على حسب نظام السداد اللي العميل واخده: 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين. يعني ممكن اقسط الباكيه لحد 5 سنين. 5 سنين مع الاقساط بتاعه الوحده بتاعتي. مظبوط، مع اليونت طيب اللي العميل متعاقد عليها. وبالنسبه للتشطيب، هل انت بتسلمني تشطيب كامل ولا نص تشطيب؟ احنا في جاكراندا التشطيب عندنا 50%، نص تشطيب سيمي فانجد، ولكن خليني اوضح لك برضو ال 50% عندنا عامله ازاي. يعني برضك علشان المشاهد يبقى عارف التشطيب اللي هيستلمه هيبقى ايه بالظبط. طبعا الشركه قبل الاستلام بسنه بتتواصل مع العميل من خلال القسم بتاع خدمه العملاء. مساء الخير استاذ احمد، حضرتك مالك ليونت كذا، متعاقد على يونت كذا، مساحه كذا. تمام، احنا بنبلغ حضرتك ان احنا هنعرض عليك ال3 موديولز الخاصه بالباقات بتاعه التشطيب. العميل بيختار منهم الباقه المناسبه ليه، بتكون زي ما بنقول كده حاجه لاكجري قوي. وبرضه خليني اقول حاجه، احنا بنقسطه مع الشركه. انت لو طلعت جبت مثلا انتيريور ديزاينر من بره ومعماري عشان يجي يشتغل جوه الوحده السكنيه، هو بيجي لك هيحاسبك تجاري وهيجي لك مخصوص، عكس لما انا اكون كابو زهره جروب انا عندي الشركه بتاعه التشطيبات بتاعتي. مظبوط. فهقدر احافظ على العميل وهقدر اديله حاجه يقدر من خلالها ان لو في حاجه مش عاجباه او عايز يعدل على اي حاجه بيتواصل مع خدمه العملاء والمهندس المختص والمكتب الفني كله، واحنا بنكون على تواصل تام مع العملاء، سواء لو كان خارج مصر زوم ميتنج او عنده ما ينوب عنه هنا، بيجي بينزل السايت وبيتواصل مع خدمه العملاء والمهندس وبيشوف كل اللي هو محتاجه. بننفذ المواصفه اللي العميل اختارها على اكمل وجه. طيب احنا اتكلمنا على ال 106 كبدايه للمساحات عندنا. تمام. وقلنا ان احنا بنقسط على 5 سنين. طيب في المساحه اللي هي مثلا ال3 غرف، الحاجه اللي هي تبقى 3 غرف وتبقى مميزه، لوكيشن بتاعها حلو، مساحه مثلا ممكن تبقى فرنج كام مثلا؟ ممكن اكلمك على نموذجين، ولكن هو كل النماذج اللي في جاكراندا كويسه جدا، ولكن احنا بنقول ان ده مثلا اعلى تميز وده تميز اقل وده تميز اقل، لكن في جاكراندا هو مفيش حاجه، هو المشروع كله مميز، هو مفيش حاجه وحشه، لان باختصار كل اليونتس دبل و3 فيو. بالنسبه لايه، بلازا كامله للمشروع فيها كل الخدمات، والستريب مول وحدائق انطونياس. عرض البلازا دي قد ايه؟ عرض البلازا ذات نفسها 8000 متر، انا عندي 2 على 16000 متر. البلازا دي عرضها العرض 42 والطول بتاعي 8000 متر. 8000 طول، عرض 42 بالظبط. مساحه البلازا كلها 8000 متر. مساحه البلازا 8000 متر بالظبط.
طب احنا اتكلمنا على الغرفتين وعلى 106، ممكن تكلمنا على الثلاث غرف بقى؟ يعني مثلا إيه المتاح معاك دلوقتي؟ ثلاث غرف انت شايفه مميز والناس كلها في اقبال عليه، او التقسيمه عجباك؟ يعني بما ان انت خبرتك في المجال دوت، شايف ايه بالظبط؟ احنا عندنا بدايه الثلاث غرف في المتاح حاليا 133 متر، نموذج مميز جدا، ما يقلش تميز عن النماذج اللي هي على الواجهه مباشره وتاني نمره من الواجهه مباشره، لان احنا ما عندناش غرف على مناور نهائيا. النموذج اللي بعد ال 133 في 139 متر وفي 143 متر. خليني اقول لك ان ال 143 متر دي فيها ريسبشن 9 متر 70 في 3 متر 70، وزاويه تراس، التراس 73 في متر 70. ثلاث غرف مقفولين، حلو جدا، 2 حمام، مطبخ كبير. المطبخ كمان مش في الريسبشن، يعني في خصوصيه. تقسيمه النموذج محترمه جدا جدا جدا. دي تقسيمه الثلاث غرف. دي تقسيمه الثلاث غرف. طيب عايزين كلمه اخيره منك كده عن ليه الناس تشتري في جاكراندا، او ايه المميز قوي في جاكراندا؟ بعد طبعا انا عارف ان احنا اتكلمنا في كل التفاصيل وقلنا كل حاجه، بس انا عايز كلمه منك انت يا استاذ محمد كده، ايه عن جاكراندا؟ مشروع واجهته على المحور دايركت كيلو 200 متر، اقل كثافه سكانيه، اقل كثافه بنائيه، لان انا ال 126 فدان عندي نسبه البنى 25% من المساحه الاجماليه، والمتبقي 75% من المساحه الاجماليه شوارع داخليه ولاندسكيب. الشوارع الداخليه عندي من 37 ل 42 متر، نفس الفاصل اللي بيكون ما بين الجار والجار. تمام. بنتكلم ان عندي 2 بلازا على 16000 متر. مفيش كثافه سكانيه لان الدور فيه 3 وحدات و4 وحدات وارضي و11 بالظبط، وفي 2 سلم داخلي بمنظومه امن صناعي فاير سيستم، والوحدات كلها العميل من على الجيت بيكون داخل بكيو ار. بنتكلم ان الستة فدان كلهم جيتد، بيخدم عليهم مسجد، في كل سبل الراحه حاطينها فعلا في جاكراندا. وبعدين انا على محور رئيسي، المحور ده السرعات القصوى 70، وبعدين المشروع مخدوم بطريق بطيء خاص بيه بطول واجهه المشروع اللي هي كيلو 200 متر. يعني انت هتطلع من بالظبط، هتطلع من الجيت، انت مش طالع على المحور على طول، انت ماشي في الطريق البطيء. تمام. فبنتكلم حاجه مهمه جدا، عامل الندره في الوحدات اللي موجوده. لما بتكلم ان انا عندي 180 وحده سكنيه في الحصه بتاعتي، العميل يقدر من خلال الرقم ده او من بدايه طرح المشروع ان هو يقدر ينفست، او سواء لو بيستثمر او ان هو اند يوزر، عميل هو بيدور على سكن، فهو عنده كل سبل الراحه. لو بيستثمر فما فيش حاجه اوف بلان بتخسر، طول ما الانشاءات قايمه، طول ما سعر المتر في تزايد. واكيد السعر اللي انا بعت بيه بالطرح مش زي السعر اللي بعديها ب3 شهور، صح. زي كمان 3 شهور وكمان 6 شهور، ومع حركه الانشاءات في الموقع. احنا حاليا برضو خليني اقول لك ان في الموقع احنا حاليا بنصب اعمده الدور الاول في المنطقه التجاريه، واللي ان شاء الله هيفتحها المحافظ إن شاء الله. وحاليا خلصنا البنيه التحتيه في اول مرحله اتطرح فيها بيع بالكامل، وخلصنا كل البنيه التحتيه بالكامل، وهنبدا نصب اعمده الدور الارضي. يعني الارضي هنبدا نصب الاعمده بتاعتها، هنبدا نصب اعمده الدور الارضي. يعني ان شاء الله في خلال شهرين، هيكون شهرين 3 شهور، هيكون الدور الاول حاجات طالعه دور اول ودور تاني هتكون موجوده على ارض الواقع، ونقدر كمان ننزل نعمل فيديو كمان هناك بالظبط. استاذ محمد، احنا متشكرين جدا 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 كاونلاين هومز والمتابعين بتوعنا بالمعلومات الجميله القيمه جدا اللي حضرتك قعدت اتكلمت فيها باستفاضه، وشرحت لنا كل حاجه في مروج وفي صواري وفي جاكراندا عن المتاح عند شركه ابو زهره، وكل المفاجآت الجميله بخصوص مشروع جاكراندا، المساحات والفاسيلتي الجميله جدا اللي موجوده في المشروع. فانا متشكر جدا 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 ليك ولوجودك معانا النهارده. ربنا يعزك يا استاذ احمد، الشرف ليا اكيد. واحنا في ابو زهره سعداء جدا بالتعامل مع اونلاين هومز، شركه موجوده في السوق بتشتغل على المشاريع الموجوده في الماركت بالكامل. وبصراحة احنا حريصين جدا في التعامل معاكم ان احنا نزود ونضاعف حجم المبيعات، ودايما زي ما كان في تعاون مثمر الفترة اللي جاية نضاعف الارقام اكتر ونعمل قصة نجاح جديدة ان شاء الله. انا فعلا مبسوط ان كان في بودكاست زي ده في كم معلومات عن مشاريع ابو زهرة. وبالنسبة لابو زهرة ومشاريع ابو زهرة، فانا عايز اقول ان اللي جاي طلق حي، استنونا.